عارفين ايه اللي قدامكم ده؟ حواوشي. بس اللي اكيد وما تبقوش عارفينه ايه هي حكايه الحواوشي. تعال احكيها لكم. كان في واحد جعان جدا 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 جدا، ده من حوالي 200 سنه كده. ماشي جعان، فماشي في الارض الزراعيه، لقى شويه بصل وفلفل وطماطم وفلفل رومي. قال انا هاخد حبه من كل نوع، فاخد نص كيلو بصل على قرنين فلفل على طماطمايه على 3 قرون فلفل رومي. حاول يقشرهم ويقطعهم، طبعا عيط كتير جدا، ما هو ما كانش عندهم كبه بقى. فقعد يقشرهم ويقطعهم بالسكينة لغاية ما خلصوا خالص. قال هحاول أعمل أي أكلة بيهم عشان أنا جعان جدا. وهو ماشي كده قال طب هم عمالين ينزلوا مية، طب أنا هعمل إيه كده؟ بعد ما خلص بقى فرم فيهم وكل حاجة، قرر إن هو يصفيهم عشان يقدر يمشي بيهم أكبر مكان، ويحاول يعمل بيهم أكلة وياخد من أي حد أي حاجة عشان يحطهم عليها. ما كانش برضه عندهم مصفى زمان، فجاب حتة قماشة وحط فيها الخليط ده كله، البصل والفلفل والطماطم والفلفل الرومي، وعصرهم جامد جدا. فنزلوا المية اللي عمالة تقع منه طول ما هو ماشي وخلاص. بس قال ايه بقى؟ طب هو انا المية دي هرميها؟ طب ما هي دي مية خضار، يعني اكيد مية مفيدة. طب انا مش هرميها. حط المية في طبق، وجاب الطبق وجاب الخليط اللي هو عصره ده، ومشي بيهم لغاية ما وصل لغاية عطار. قال له أنا عايز شوية ملح، شوية فلفل أسود، وشوية السبع بهارات. قال له ايه السبع بهارات دي؟ طبعا ما كانش في زمان السبع بهارات دي برضو. قال له شويه بقى بهارات، حبشهم لي كده على بعضهم، انا هحطهم على البصل اللي موجودين. قال له طب ايه رايك تاخد نص كيلو لحمه مفرومه تحطهم معاه؟ قال له يعني لحمه مفرومه دي ايه؟ قال له ده اختراع كده هتلاقيه بعد الالفين. فجاب اللحمه المفرومه وحطهم على البصل وحطهم على التوابل، وجاب عيش من المخبز اللي بعديه. ما هتقولوا لي ما كانش فيه مخبز، لا، ما يعني هو كان في حد لحمه مفرومه كان من 200 سنه. فجاب العيش وبدأ يحط من المية بتاعة البصل دي يدهنوا بيها، وحط شوية لحمة مفرومة على البصل على الحاجات دي، وحشى العيش كله وحطهم في صاج ودهنهم بالزيت. وحطهم بقى في اي فرن وهم معدين، يعني كان في فرن، يعني هو كان في لحمه مفرومه وكان في الحاجات دي عديها. وبعد كده حطهم حوالي تلت ساعه ودهنهم زيت كويس جدا، وكل احلى حواوشي. اوعى تكون صدقتني، انا بهزر معاكوا عادي. الحواوشي ده سنه 1930، هتلاقوه على جوجل.